السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. الا كنتوا اول مره تشوفوا هذه القناه هذه او هذا الفيديو هذه، ما تنساوش ديروا الاشتراك ولايك لهذا الفيديو، هذه راه كتستاهل بزاف بزاف ديال اللايكات. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الكاطو اللي ساهل ماهل وكيجي رائع بزاف بزاف. غولي سويس او الكاطو غولي اللي كيجي لذيذ بزاف بواحد لا جينواز اللي هشيشه بزاف بزاف. اكيد اكيد غيعجبكم. هنا درت 4 ديال البيضات، ضروري البيض يكون على الحراره ديال المطبخ الا بغيتوا الكيك او لا جينواز ديالكم تصدق لكم بزاف. انا هنا درت العبار عادي، درت كاس ديال السكر كيف ما كتشوفوا، ومن بعد كنضرب كل شيء مزيان مزيان بخلاط كهربائي او بالباتور الكتريك، اي حاجه متوفره عندكم. المهم ضروري خاص يتدوبل الحجم ديال هاد البيض والسكر حتى كنحصلوا على هاد النتيجه هذه بالضبط. بالنسبه للفانيليا، درت انا الفانيليا السائله، من الاحسن ديروا السكر فانيليا. هنا وهنا كيف ما كتشوفوا غنضيف الدقيق. انا الدقيق عبرته بالمعلقه، درت 5 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، هكا غيجيكم كلشي سهل. كيف ما كتشوفوا هنا الدقيق كنضيفو شويه بشويه. صراحه هاد المرحله هذه بالضبط هي اللي ما كتعجبنيش، انا كنخاف منها. كنحاول ما امكن نضيف الدقيق شويه بشويه، انا كندير ملعقه 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 حتى كنسالي، وكنبقى ديما نخلط بهذه الطريقه هذه شويه بشويه باش هكايا نكاردي ديما ديك لاموس ديال البيض باش ما طيحش هكا، راه غتصدق لا جينواز. المهم راكم عارفين. صافي كيف ما كتشوفوا كنبقى على نفس السيستم حتى كنسالي، كنبقى نضيف ديما شويه شويه ديال الدقيق وكنخلط شويه هكا، راه غتصدق لكم ان شاء الله. وحاولوا ديما تحركوا بطريقه هكايا شويه باش يجيكم لا جينواز ناجح. راه نورمالمون لا جينواز راه ما كتكون فيه لا خميره لا زيت لا حليب، ما كيكون فيه والو. هذا هو هذه هي الوصفه ديال الجينواز اللي كلاسيكي، ولكن راه كيصدق يعني. كيعجبني انايا ملي كيكون هكايا ناشف وخاوي من الداخل، هذا هو لا جينواز اللي كيعجبني بزاف، سيرتو ملي كتغولي وراني ما كيتهرس ما كيتشقق، كيبقى هو. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا كناخذ مول. انا خديت مول على شكل المهم انا استعملت مول على شكل كاري كيف ما كتشوفوا هنايا، ومن بعد درت البابي من الداخل. بالنسبه للقطر ديالو راه غنخليه لكم مكتوب في الصندوق الوصف. صافي خديته هكايا، درت ليه البابي كويسون وكبيت لا جينواز بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غندخلها الفران. بالنسبه للفران انا درته على 170 درجه. المده ديال الطهي خدات ليا 10 دقائق، يعني ما فاتش 10 دقائق نهائيا، غير بدا كيتحمر صافي حيدته من الفران باش هكايا عاوتاني طاب لكم بزاف راه غيتقصح، راه ما غيصدقش نهائيا. وصافي هنا كيف ما قلت لكم راه غنخلي لكم القطر ديال هذا المول اللي استعملت في تحت صندوق الوصف، راه هو على شكل كاري خاوي من الداخل، حطيتو هكايا في لابلاك وصافي. دابا غندوز لواحد الكريمه ديال الشوكولات اللي كتجي واعره، لا غاناش ديال الشوكولات، المهم داك الغاناش اللي ما كنمونطيوش. هنايا درت 220 غرام ديال الشوكولات يكون اسود، ان تقدروا ديروا النوعيه اللي بغيتوها. ومن بعد كنضيف عليها 200 ملي ديال الكريمه سائله. بالنسبه للكريمه السائله تقدروا ديروا 100 مل ديال الحليب مع 100 غرام ديال الزبده، او ديروا 200 غرام ديال الكريمه السائله. صافي انا كندخل كلشي الميكرون، تقدروا تستعملوا البان ماري هكايا، ولكن انا كنفضل الميكرون. صافي حتى كنحس بان الشوكولاط داب، صافي كنخلطوا بهذه الطريقه هذه بالفوي مزيان 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 حتى كنحصل على ديك الصوص ديال الشوكولاط. ومن بعد كنغطيها وكندخلها للثلاجه لمده ديال 3 سوايع. وكان عاده كنخدمها ضروري خصها تبقى في الثلاجه ساعتين حتى 3 سوايع، من الاحسن ليله كامله. انا هنايا بالضبط خليتها ليله كامله حيتاش كنت صيبت لا جينواز هكا في العشيه، عاده الغد ليه عاده صيبت عاده مونطيتو. وصافي هنا راه غندخلها الثلاجه. بالنسبه لا جينواز غير كطيب كنخرجوها من الفران وكنزولو داك البابي اللي طابت منها بهذه الطريقه هذه. من الاحسن دهنوه بشويه ديال الماء باش هكايا ما تحيدوه بطريقه سهله. انا هنا دهنته بشويه شويه ديال الماء باش هكايا ما يتخسرش ليا لا جينواس، حيت باقي سخون في هذه اللحظه هذه بالضبط. وصافي كنحيدو شويه بشويه بشويه، ومن بعد كنروليه. المهم غير كتحيدوا داك البابي كويسون خاصكم تغوليو الكاطو ديريكت او لا جينواز ديريكت. انا هنايا كنت غوليتها هكايا بالطول، ومن بعد غوليتها من بعد بالعرض، راه غتلاحظوا في لا فيديو حيتاش كانت جاني طويله، يعني ماشي الديكور ماشي هو هذاك. داك الشيء علاش بدلت ليها لا فورم. كيف ما كتشوفوا هنا لا جينواز جات ناجحه بزاف بزاف وخفيفه بزاف بزاف. وصافي هنا راه غنغولي البسكوي بهذه الطريقه هذه. ومن بعد هنا راه كان باقي سخون، المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، ضروري خصكم تغوليوه ما حدو سخون. وصافي
وهنايا كنعاود نغلفو بالفيلم اليمونتير وكنخليوه يبرد. المهم تخليوه حتى هو لمده ديال ساعتين او ثلاثه ديال الساعات ما بين ما ديك الكريمه اللي حطيت في الثلاجه حتى هي توجد. ولكن انا هنا كما قلت لكم كنت وجدت كلشي العشيه، عاد الغد لي عاد مونطيت كلشي، ولكن ماشي ضروري تخليوه الليله كامله، خليوه غير ساعتين صافي. وصافي هنا كما قلت لكم راني بدلت ليه لا فورم، يعني كنت غليته بالطول ولكن من بعد غليته بالعرض، حيتاش كنت درتو على شكل مستطيل، ما درتش لا جينواز على شكل مربع. وصافي هنايا كناخد ملعقه ديال الكونفيتور ديال لا فريز. تقدروا ديروا اي كونفيتور كيعجبكم، انا كيعجبني انني ندهنها بلا كونفيتور حيتاش داك لوغو ديال يعني كيعطيها مذاق. صافي انا دهنتها بلا كونفيتور ديال المهم كما قلت لكم انا دهنتها بلا كونفيتور ديال الفريز. هنايا الكريمه كيف ما كتشوفوا من بعد ما ارتاحت كتجي هكا، كتجي واعره واعره بزاف. هذه الكريمه هذه راه واعره واعره. صافي كندهن بها لا جينواز، كنحاول نخلي ديك الطبقه تكون ت- طبقه زوينه ديال الشوكولاط باش هكا يبان في الكاطو ملي كنغوليو كنلاحظوا ديك الكريمه ديال الشوكولاط. يعني حاولوا انكم تدهنوها غير بشويه بشويه، تخليوها باقه واقفه كيف ما كتشوفوا. سمحوا لي راه كيكون عندي المشكل ملي كنشرح كتمشي ليا الهضره. صافي هنا كنغولي شويه بشويه بشويه باش ما تمشيش ليا ديك الطبقه ديال الشوكولاط، غير شويه بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد عاوتاني كنقادها هكا، كنحيد ديك الكريمه اللي خرجت ليا شويه، وكان عاوتاني نغوليها في داك البابي ديال الطبخ، وكندخلها للكونجيلاتور لمده ديال 30 دقيقه. وهنا من بعد ما دازت 30 دقيقه وصافي دابا غنكب عليه الشوكولاط. هنا خديت 150 غرام ديال الشوكولاط مع 3 المعالق كبار ديال الزيت، دوبت كلشي وهنايا غنكبوه على الكاطو. كيف ما كتشوفوا راه الكاطو راه كيشد الشوكولاط دغيا حيتاش بارد. كنحاول انني نقادو كلشي هكايا نحصل على ديك الطبقه ديال الشوكولاط اللي كتجي مقرمشه من بعد. صافي كنحاول ندهنو هكايا من الجناب، كنحاول ناخذ داك الشوكولاط اللي ديجا طاح ليا فوق الطبسيل، كنعاود ندهن به جناب ديال الكاطو، ولكن دغيا حيتاش الكاطو بارد كيشد الشوكولاط دغيا. وهنايا ديك الكريمه اللي شاط ليا اللي كنت درتها في الداخل ديال الكاطو كناخذها كنزينها، كنزين بها الكاطو من الفوق بهذه الطريقه هذه. ماشي ضروري هذه الطريقه هذه ديروها، ولكن كتعطي زعما شويه ديال الديكور. وصافي كنحط عليه شويه ديال لي بونبون ولا اي حاجه بغيتو ديروا بها الديكور. انا صراحه هنايا كنت زربانه، يعني درت غير شي حاجه ساهله معنا صافي، شي حاجه اللي ما كتاخذش الوقت. وصافي دابا راه تقدروا تقدموه مع كويس ديال القهوه اولا اتاي اولا عصير، اي حاجه كتعجبكم. صراحه هاد الكاطوهات راه كيجي الليد بزاف، سيرتو ديك لا جينواز راه كتجي واعره واعره. ماشي ضروري ديروه بالشوكولات، تقدروا ديروه باي حاجه كتعجبكم، اي كريمه، ولكن راه كيجي واعر بزاف. وبصحه وراحه، وما تنساوش لايكاتكم وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو هادي مع الناس اللي كتعرفوا. المهم ما تنساوش ديروا داكشي كامل، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.